نحقق اهدافنا في سنة 2025. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك فيه الفيديو. لو مهتمة كملي الفيديو. ناس كتير بيبتدوا في السنة بأول السنة كده بحماس، نجيب الأجندات نكتب أهداف 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 أهداف، مجرمين أهداف، نقعد نكتب أهداف فاهم وش وضهر، وناخد خطوات ونسعى في الأول وفي الآخر نيجي ننط ونقع. والسنة مثلا نكمل لحد أول شهر ولا أول أسبوعين بحماس، وبقية السنة ما مش حاجة إن احنا قاعدين على نعمل كده. طبعا انت عارفة دي بترمز لإيه. بس ازاي بقى نخطط بطريقة عملية تخلينا نوصل لكل اللي احنا عايزينه بعملية فعلا، مش اي كلام وخلاص، مش مجرد كلام على ورق او كلام مرسل وبعتي امنية وكلمي الكون والكلام. لا لا لا، اللي هو بخطوات عملية فعلا هنمشي عليها هنوصل للي احنا عايزينه. اول حاجة شوفي فيديوهاتي كلها، شوفي فيديوهاتي كلها قبل السنة، صدقيني هتغير حياتك. انا منقذة. شوفي فيديوهاتي كلها. بهزر او مش بهزر قوي، شايفه فعلا فيديوهاتي كلها هتفيدك والله. ليه لازم نخطط؟ لما بتخططي وتكتبي الحاجه قدامك بتخليكي طول الوقت شايفاها وحاطه لها خطوات، فبالتالي مش بتعملي حاجه مش هتقربك او تضيعي وقت. بيبقى عندك خطه كده قدامك، اللي هو خطه للوقت، خطه للزمن، خطه للخطوات، خطه للمهام. مش هيخليكي بتعملي حاجات تبعدك او ان انت تهدري وقت او تسوفي. فاهمه قصدي ايه؟ اول حاجه ان انت تكون اهدافك محدده. يعني ما تقوليش مثلا انا عايزه اخس لا، انا عايزه اخس 10 كيلو. تمام. تاني حاجه ان هي تكون قابله للقياس. يعني ايه؟ مش اللي هو انا عايزه اوفر فلوس وخلاص، لا، انا عايزه اوفر مثلا 20,000 جنيه، عايزه اوفر 50,000 جنيه. انا عارفه، انا فاهمه قصدي. اللي هو انت عارفه بالظبط انت عايزه ايه الهدف وقيسته ايه، او المقياس بتاعك ايه، او في الفتره دي ايه. تكون واقعيه، يعني قابله للتحقيق. يعني ما يبقاش انت ما فيش اي حاجه في حياتك بتقول ان انت هيبقى معاكي مليون جنيه الا لو ورثتي مثلا فجاه. وتقولي انا عايزه بكره يبقى معايا شنطه فلوس فيها مليون جنيه. ما تبقيش مثلا انت مثلا عايزه تخسي مثلا من وزنك مثلا 60-70 كيلو وتقولي انا عايزه اخسهم ريجيم يخسسني فيه في اسبوعين. لا، خليكي واقعيه. انا ممكن ال 60-70 كيلو يعني اخس منهم مثلا 10 كيلو في 3-4 شهور وهكذا. فاهمه قصدي ايه؟ انا بدل ما عايزه المليون جنيه بس انا اقدر اوصل في الفتره المعينه دي لل10,000 جنيه. هدفك لازم يكون ليه قيمه، يعني حاجه فعلا انت محتاجاها او حاسه انها هتحسن في حياتك، او حاجه انت فعلا عايزاها، مش اي هدف كده وخلاص. يعني في ناس بتحس ان هي بتنقش اهداف غيرها. حتى الاهداف بقت بناخدها، ده نفسه في كذا، طب وانا كمان نفسي في كذا، اعملوا لي معاه 2. حطي وقت او خطه معينه، حطي خطه زمنيه او وقت معين، يعني تقدري تقيسي عليه او تقيمي نفسك. يعني مثلا انا عايزه اتعلم لغه جديده قبل نص السنه، انا عايز اخلص الكورس ده في شهرين. حطي وقت وحدديه، ما تسيبيش الدنيا دحلابه كده عايمه. قسمي هدفك لمهام صغيره. ما تسيبيش مثلا الهدف كده. مثلا انا عايزه افتح مشروع، هبتدي ادرس مثلا في الفتره دي، هبتدي ادرس المنافسين، هبتدي اعرف مثلا السوق محتاج ايه، هبتدي اليوم الفلاني هنزل اشوف الماتيريالز، الخامات، الحاجات اللي محتاجاها، الموظفين، ايا كان. المهم قسميه المهام صغيره تقدري تعمليها، مش ان انت تقعدي كده وتركزي قدامه. انا عايزه افتح المشروع الفلاني، طب انا هعمل. لا، قسميه المهام. مش اكيد مش من يوم وليله هتقدري تعملي الحاجه دي. انت محتاجه انت تعمليها مهام، تكون قدامك مهام صغيره واضحه وصريحه تبداي بيها. ابداي. بالتالي كل ما هتنجزي مهمه صغيره كل ما ده هيحسسك بالانجاز، فهيديكي دافع ان انت تدخلي في الخطوه اللي بعديها فتكملي، فهتوصلي لهدفك. انك تتابعي، انت حاطه لنفسك خطه زمنيه سواء اسبوعيه، يوميه، شهريه، عارفه المهام بتاعتك، كاتبه انا المفروض في الفتره دي هخلص ايه، هعمل كده. تابعي بقى كل شهر، تابعي انا وصلت الشهر ده لكذا، انا قدرت اعمل ده كذا، لا انا فشلت في الحته الفلانيه، هنحط بلان بي ان احنا نعمل خطه تانية، او هنعيد تشكيل المتابعه هتخليكي عارفه ايه اللي ناقصك، ايه الفجوات او الثغرات اللي في الخطه بتاعتك، فبالتالي تشتغلي عليها تعالجيها. لا ما اشتغلتش بالشكل الفلاني. المتابعه. المكافأة يا جماعة، المكافأة سحر زي موضوع كده ان انت ازاي تكتسبي عادة جديدة. انت اول ما توصلي او تخلصي او تنجزي حاجة، كافئي نفسك بهدية، بمشروب، بحلقة مسلسل. شوفي ايه انت بتحبيه او بتفضليه او نفسك فيه واعمليه لنفسك مكافأة
على ان انت حققتي المهمه الصغيره دي او وصلتي للانجاز الصغير ده، وده هيخليكي طول الوقت حافز الدوبامين عندك كده، ويخليكي طول الوقت حاسه بسعاده وانجاز، انا وصلت، انا عملت، انا سويت. فاهمه قصدي؟ ان ممكن سنه 25 تكون هي مفتاح تحقيق احلامك وتعيشي الحياه اللي انت عايزاها. ان انت زي ما قلت لك تحطي الاهداف بتاعتك بخطه زمنيه، تخططي كويس. يعني انا قلت لك ازاي تخططي الاهداف بتاعتك، تكتبي ايه في الاجنده بتاعتك، تتابعي نفسك ازاي، تقسمي الاهداف بتاعتك. فانت ممكن ده يكون مفتاح اصلا تحقيق احلامك، وان انت توصلي لحياه احلامك وتحسني من نفسك، او توصلي للحاجه اللي انت عايزاها. سواء الهدف ده ايا كان، مهما كان بساطه الهدف، يعني ما تستصغرهوش. فتقدري ان انت توصلي له بالتخطيط الصح وبالمتابعه وبالمكافاه وبكل الحاجات اللي انا قلتها. شاركيني في الكومنتات باكتر هدف انت نفسك توصلي له، واتمنى ان الفيديو يكون فعلا افادك. وشكرا جدا انك شاركتيني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. لو عجبك الفيديو استاذنك تعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.